سوسو، بتعرفي هذا قمر ايش؟ لا ما بعرف. هذا قمر شعبان، وبس راح واجى قمر جديد بيجي معه رمضان. رمضان انزل. اللهم اعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان. اللهم امين، وجعلنا ممن سينالون الرحمة والمغفرة والقبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نعمل معكم اللقم أو العوامة مع طريقة التفريز مضمونة ومجربة إن شاء الله. أول شي بنجهز الخميرة، بنحط ملعقة كبيرة خميرة لنص كوب ماء دافئ، وفوقها ملعقة صغيرة سكر. الماء دافئ مو ساخن، يعني تحطوا ايدكم فيه وتتحملوا حرارته. بهالطريقة نتأكد من فعالية الخميرة. وبس ارتفعت الخميرة منجهز كوبين طحين ومنرشله رشة ملح. هي أول مرة بنعمل لقم، كملوا معنا وشوفوا النتيجة. ومعلقة كبيرة قطر، ومنضيف فوقها الخميرة وكوبين ماء دافئ. تجربة المفرزات بتشوفون بآخر الفيديو. الماء منضيفه على مراحل، ممكن تزيد الكمية أو تنقص حسب نوع الطحين. ضيفوا 3/4 كمية بالأول وبعدها تتحكموا بالباقي. مثل ما شايفين المزيج لازم يكون رخو مطاطي، وبس نمتزج نضربه بهالطريقة. وبس حصلنا على هالقوام يكون صار جاهز. منغطي العجينة ونتركها ترتاح أقل شي نص ساعة. بس شفنا الفقاعات على الوجه بتكون صارت جاهزة. ومنجيب كيس حلواني ونسكب فيه نص العجينة، لأنه نص التاني رح نعمله بالجوز. أصعب شي بهالوصفة هو التشكيل. نحن رح نشكله بهالطريقة. بنقص كيس الحلواني وباستخدام الإيد نقطع قطعة ومنسلها على الزيت. ممكن نستخدم المقص. طلع معنا شوي أشكال غريبة لأنه أول مرة، معلش. حرارة الزيت لازم تكون وسط، مو حامية كتير. وبس يظهروا وتغير لونهم منشيلهم وبنكون خلصنا أول مرحلة. وهلأ منضيف الجوز للنص المتبقي، وبالكمية على ذوقكم. بده رشة قرفة كمان، بس ما بقيان عنه وما انتبهنا. وبنفس الطريقة كيس الحلواني نسكبن. طعمة اللقم بالجوز رائعة، والنتيجة بدون مبالغة أطيب وأخف من السوق، وأكيد أنظف. بس الشكل بده شوي ممارسة وبيطلع أزبط. اللقم أو العوامة طبق الحلو البسيط والأساسي بمائدة الإفطار برمضان. نحن ما عاملينه من قبل، هي أول مرة بنعمله، يعني عم نجربه معكم. وما شاء الله طلع بجنن. ما عدا الشكل، طلع كم بطة وكم أرنب، لا تدققوا كتير. هيك بصير شكلون بعد المرحلة الأولى مثل السفنج. ومثل ما قلنا لكم رح نجرب نفرزن. شوفوا النتيجة بآخر الفيديو. نصفهم هيك جنب بعضهم بالكيس وما نحطهم فوق بعض مشان ما يتعفسوا. شكرا كتير لدعمكم متواصل وتعليقاتكم الحلوة على الفيديو الماضي وعلى الفريزة.
بنجهز القطر وبنرجع نقليهم وجه تاني بعد ما يبردوا تماما. القطر كاستين سكر وكاسة مي ورشة ملح ليمون أو عصرة ليمونة، ولازم يكون بارد. واللقم لازم يتأمر ويصير ذهبي أو أيقون، واسخوا بالقلي لا تطلعوا أشقر. كل شي بيجهز ونطلعه من الزيت وعلى القطر فورا. كل ما تركناه بالقطر أكتر يشرب قطر أكتر. نحن تركناه 5 دقايق تقريبا، وهي النتيجة النهائية. عن جد بشهي ما بيقرش، وبنعرف إيش فيه، وبنعرف الزيت اللي مستخدمينه. واللي بالجوز حكاية من عالم آخر. كتروا شوي جوز، نحن ما كترنا كتير. هلأ تجربة التفريز. تاني يوم طلعنا 2 من اللي حطيناهن امبارحة، كانوا ضربات مثل البوز. حمينا الزيت على الوسط وحطيناهن وسخينا عليهن بالقلي أكتر من أول مرة. شوفوا النتيجة واسمعوا القرشة. لا تعليق، جربوها وإن شاء الله أكيد رح تحبوها 100%. وبالعافية.